ومفاجآت المشاركة المغربية في القمة الأوروبية الإفريقية بالعاصمة الإيفوارية أبيجان لم تنتهي بعد. فبعد الصورة الجماعية للملك محمد السادس وزعيم جبهة البوليزاريو الانفصالية، جاء الدور على مصافحة تاريخية بين العاهل المغربي ورئيس جنوب إفريقيا. استقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بأبيجان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وذلك على هامش مشاركته في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وخلال هذا الاستقبال الودي الذي طبعته الصراحة والتفاهم الجيد، اتفق قائد البلدين على العمل سويا يدا في يد من أجل التوجه نحو مستقبل واعد، لا سيما وأن المغرب وجنوب أفريقيا يشكلان قطبين هامين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، كل من جهته بأقصى شمال وأقصى جنوب القارة. كما اتفق على الحفاظ على اتصال مباشر والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية وسياسية خصبة من أجل بناء علاقات قوية ودائمة ومستقرة، وبالتالي تجاوز الوضعية التي ميزت العلاقات الثنائية لعدة عقود.